جاءني أحد المعلمين قال لي محمد الطالب فلان نايم. قلت طيب صحة؟ قال محمد أمس نام وصحيت الحصة الثانية ونام للحصة الخامسة. يا مرشد الطلاب؟ قال نعم. قلت رحل شوف الطالب بغى أخذ من كلم غير قام يبكي ولا تكلم ولا كلمة. رجع لي قال محمد ترانا الولد إما أنه عنده صدمة نفسية قوية جدا بحيث أنه لا يثق بي ولا بغيري. قلت خلاص الآن احنا نهاية الدوام خلوه يمشي. جاء من بكرة ولا جاني إلا الحصة الثالثة. على طول الوكيل جاب لي ما دخله قال محمد ترى الطالب فلاني جاء الحصة الثالثة وسألناه وينك؟ قال والله تبوني ولا أرجع؟ قلت لا يرجع. تعال ولدي. يعني يوم قلت له ولدي فتح عيونه هالشكل. قال أنا ولدك؟ قلت نعم. قلت أنت الآن ولدي وأنت أخوي. قال أبيك تكون أبوي. قلت أنا أبوك في المدرسة بس إيش عندك؟ أنت العام الماضي عندنا ولا أحسن من عندك. الآن ما صارنا 15 يوم بادين وأنت تنام يا ولدي. قال يا أستاذ توعدني؟ قلت شو وعدك فيه؟ قال ما تقول لأحد. قال أستاذ سر. قلت سر قل لي بس. قال والله يا أستاذ أنا وضعي في البيت خطير. قال أنا أطلع من المدرسة وأبدأ من صلاة العصر إلى 11 بالليل. قلت شو تسوي؟ قال أنا شحات بالشارع. بديت أتألم. قلت لا تألف لي قصص. قال ما أنت مصدق؟ قلت أنا ما أكذبك. قال تعال اليوم بالإشارة الفلانية شوف أمي جالسة هنا وأختي هنا وأختي هنا وأنا هنا. يعني يعطيني دلالات صحيحة. مو معقول يسوي يعني سيناريو فيلم قاعد يصلح لي. قلت اثنين من المعلمين والوكيل قلت يا أخوان بعد صلاة العشاء إذا صليتوا اطلعوا وروحوا للإشارة الفلانية الساعة 9 كي يتصلوا علي. قال محمد الولد اللي قال لنا حصلناه بالحرف. قال أستاذ جيتوا؟ قلت لا ما جينا. لكن أنت وين بيتكم؟ قال احنا بيتنا عند المسجد الفلاني والمسجد الفلاني فيه الفلان هو اللي يصلي فينا. أحد المعلمين فعلا بجنبهم اتصل على الإمام جاني للمدرسة. قلت أخي الكريم ترى عندنا قضية إنسانية وحنا الأولى فيها كمدرسة. قال والله يا أخي الكريم أنا لن أستطيع أزيدهم إلا 150 ريال أضعها عند البقالة يأكلون منها. أبوه وينه؟ قال أبوه مريض نفسي. اجتمعنا بالمعلمين قلنا يا أخوان 100 ريال من كل واحد. والله جمعناهم احنا فينا 30 معلم. رحت أنا وأختي وزوجتي رحت إلى أحد المحلات قضينا ب1000 ريال رز زيت كل حاجة. فعلا شفنا الحالة. الأهل تكلموا وياها قال والله احنا المسؤول عننا الإمام باقي المبلغ عندنا. اجتمعنا بالإخوان قلنا يا أخوان ترى هذا أمس اللي صار كله. قالوا محمد لازم ندبر لهم بيت غير هالبيت وحنا مجموعة المعلمين نتكفل في هذا الإيجار 16,000 ريال. بعد يومين 16,000 كلها موجودة. أحد صاحبات السمو الملكي درت قصة المدرسة ودرت بالأسرة ودي أشارككم ونشتري شقة لهم. وفعلا بعد 14 يوم والله العظيم أنهم ساكنين في شقة. فهذا حقيقة دور المعلمين ودور المدرسة وخاصة في مجتمعنا ترى الخير موجود.